السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا كيفاش غنحضروا السوشي بطريقة سهلة ومبسطة. غنشوفوا كذلك طريقة مميزة ديال تقطاع السوشي. كما كنعرفوا بأن السوشي هو الثمن ديالو شوية زايد، ولكن من الأحسن يحضر في البيت. وكما كتشوفوا بأن خرج لنا كمية لا بأس بها كما كيبان لكم واضح في الصورة. هذا السوشي المقلي، ونمشيو على بركة الله باش نشوفوا المقادير والطريقة. عندي نص كيلو ديال الرز. هذا الرز خاص بالسوشي، كتقدروا ديروا الرز العادي ولكن يكون مكركب. وعندي 500، هذا هو الرز اللي كنستعمل. وعندي 550 غرام ديال الماء، يعني 4 كيسان ديال العنبه. اول حاجه غناخدو الرز وغادي نغسلوه من 6 حتى 7 المرات، ضروري هاد المرحله. هنايا غنضيفو الماء، قلنا 4 كيسان ديال العنبه ديال الماء، ما يعادل 550 غرام. وغنديرو فوق البوطه، مجرد ما يغلى نغطيو عليه ونحسبوا ليه 11 دقيقه. هنا بعد ما دازت 11 دقيقه حليت عليه كما كتشوفوا، ها هو نشف من الماء. دابا غنغطيو عليه ونخليوه ربع ساعه. بالنسبه للسيرو اللي غنسقيو به الروز، غنحتاجو الخل السوشي. عندنا نص كاس ديال العنبه ما يعادل 75 غرام، وعندي 50 غرام ديال السنيده و10 غرام ديال الملح. غنديرو الكل في كاسرونه ونديرو فوق البوطه حتى تذوب لينا السنيده والملح. غندير فوق النار وغنخليو الخليط حتى تذوب لينا السنيده ويذوب لينا السكر. هنا كما كتشوفوا الروز بعد ما تسلق، ها هو ما كيلصق ما والو في كاسرونه اللي طاب فيها. وهنايا عندي السيرو اللي حضرنا، هو اللي غادي نسقيو به هذا الروز. ضروري تنديرو هاد العمليه باش كيتلبس لينا الروز كله بالسيرو. اللي زوين في هذا الروز انه كيجي كل حبه مفرزه على اختها. هو طايب مزيان ولكن راه ما معجنش، ولكن ضروري الاخوات تبعوا المراحل اللي وريتكم، يعني كيفاش تنسلقوا الروز. ضروري ديك المراحل تبعوها باش ينجح معاكم ويجيكم بهذا الشكل هذا. وسمحوا لي الا جاكم فيديو طويل، انا مبغيتش نقطع لكم المراحل باش تتبعوا جميع الخطوات باش ينجح معكم هذا السوشي اللي هو كما شفتوا هو جد سهل في التحضير.
وجات مرحله ديال المونطاج ديال هاد السوشي. غنحتاجو ورق النوري، هذا كيتباع خاص للسوشي. عندنا الفلفله قطعتها طويله كما كتشوفوا. هنا عندي لافوكا حتى هي قطعتها وعصرت عليها الحامض. وعندي الخيار قطعته رقيق. وعندي هنا السوريمي حتى هو قطعته. وعندي فيلادلفيا كما كتشوفوا. وعندي هنايا هذه الحصيره خاصه بالسوشي، غلفتها بفيلم اليمونتير. وهنايا كما كتشوفوا ورق النوري عنده بلاصه حرشه وبلاصه ملسه. دونك الحرشه هي اللي غنديروا فيها الرز. ضروري نغسلوا يدينا شويه الماء وكناخذوا الروز على هذا الشكل وكنبداو نبسطوا في ورق النوري. ساهل اخوات هاد السوشي، حتى المبتدئات راه الا طبقوا هاد الطريقه اللي وريتكم غينجح معكم في اول خطوه. نضعو كنوزعو الرز على هاد الشكل هذا. وانا عجبني هذا الرز بزاف لانه كيجي كل حبه مفرزه. عفوا. هنا كنقلبوا ورق النوري وكندهنوه بفيلادلفيا وكنحط السوريمي هو الاول. المهم بالنسبه لهاد المكونات البنات هي اختياريه. وكندير لافوكا في الجوانب والخيار والفلفله من الفوق صافي. وكندلو على هاد الشكل هذا كما شفتوا. هي طريقه جد سهله. بعد ما كنلوي الرز ديالي كنرش زنجلان كحل. كتقدروا ديروا حتى الزنجلان بيض، زنجلان وكحل وبيض. هنايا هذه هي الطريقه اللي بغيت نوريكم اللي هي جد ناجحه. انني كنلوي في فيلم اليمونتير. هذه كتسهل عليا التقطاع ديال السوشي. بعد ما كنقطعو راني كنحيد البلاستيك. انا بقيت انا كملت جميع القطع عاد بديت تنحيد البلاستيك. يطبقوا الطريقه. ودابا غنمشيو نحضروا السوشي بالطون اللي غادي نقليوه. غادي ناخذ ورق النوري وبسط الروز كما شفتوا ودهنت بفيلادلفيا. وغندير مباشره الطون. فوق منه غادي نحط السوريمي كما كتشوفوا. هذا السوريمي حطيته من الفوق. وغندير كذلك نفس الشيء. عندنا لافوكا وعندنا الخيار وعندنا الفلافل، يعني كتخدموا بالخضر اللي عندكم صافي. وكندلو على هذا الشكل. هادو هما القطع اللي شكلت ديال السوشي. ودابا غنمشيو نحضروا الطنبوره فاش غنقليو السوشي. عندنا بيضه، نص كاس ديال الدقيق ونص كاس ديال المايزينا وعندنا شويه الخميره وعندنا كاس ديال العنبه ديال الماء وعندنا لا شابلور. اول حاجه كناخذوا البيضه وكنخلطوها، يعني نطربوها على هذا الشكل هذا. وغنضيفوا لها جميع المكونات. ضروري قبيصه الملح. على العكس ديالي باش ندير زلافه كبيره راني درت غير الطبيسيل. المهم نتوما ديروا زلافه شويه تكون واسعه باش تخدموا مرتاحين. كنضيف مايزينا وشويه الماء. المهم نتوما ديروا كلشي دفعه واحده لا حرج. في الاخير كلشي غادي يتخلط.
هنايا كنقسّم حربول ديال السوشي على جوج، فقط باش كيسهل عليا في القلي، وكندوزو في طومبورا وشابلور. وعلى فكرة الأخوات، أنا النص ديال هاد السوشي المقلي، النص قليتو في الزيت والنص رشيتو في الزيت ودخلتو الفران تا هو جا رائع. بالنسبة للناس اللي عندهم مشكل صحي بالنسبة للقلي، يقدروا يرشوه بالزيت بعد ما يدوزوه في الشابلور، يرشوه بالزيت ويدخلوه الفران، صدقوني كيجي رائع. بالنسبة للسوشي اللي قليت، كما كتشوفوا استعملت المنشار هو اللي عاوني في التقطاع. بالنسبة للموس العادي راه صعيب باش يتقطّع، دونك أنا المنشار هو اللي جاني ساهل في التقطاع. وهذا هو الشكل النهائي ديال السوشي. كما شفتوا طريقة التحضير ديالو جيت ساهلة. نتمنى في الأخير أنه ينال الاستحسان ديالكم، ونتمنى أنكم تجربوا هاد السوشي، لأنه فعلًا جيت سهل وكيجي رائع في المذاق.